السلام عليكم، اهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة وجميلة، قوارب بالبطاطس باللحمة المفرومة. هجيب الاول اللحمة عشان نعصجها. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة وبصلاية مفرومة، وهنحط في الطاسة معلقة سمنة كبيرة وعليها البصلة المفرومة وندبلها. بعد ما ندبلها هنحط اللحمة المفرومة ونقلب. هنحط البهارات: معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون، معلقة الا ربع سبع بهارات، معلقة صغيرة ملح، ونقلب. هنعصج اللحمة، نغطيها. اللحمة اتعصجت، وهنضيف معلقة صلصة كبيرة للحمة المفرومة المعصجة، ونص حزمة بقدونس مفرومة، ونقلبها فيها. ده كده علشان هنحشي بيها البطاطس ان شاء الله. هنحضر البطاطس. جبنا حوالي كيلو ونص بطاطس، قشرناها، وهنقسم البطاطس نصين، وهنقورها بقى. بقور كده. البطاطس ديت جربوها، طعمها حلو قوي. بعد ما قورنا البطاطس شطفناها، رشينا عليها نص معلقة ملح عشان ما تبقاش دلعة، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ونقلبها كويس. والقلب بتاع البطاطس اللي قورناه مش هنرميه، احنا هنعمله ارضية في الصينية اللي هنسوي فيها ان شاء الله قوارب البطاطس. هنبدأ نرص قوارب البطاطس اللي اتقورت في الصينية، ونحشيها باللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها مع بعض كده. بعد ما اللحمة اتحشت، بعد كده هنحط مية على النار. اللي ما عندوش شوربة هنعمل الموضوع ده مية، وفيها معلقتين صلصة برطمان، وخمس فصوص توم مهروسين، ومعلقتين كبار زبدة، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح، ومكعب مرق عشان يطعمها بدل الشوربة. هتغلي، وبعدين نسقي بيها البطاطس. وبعد التقوير ممكن ان احنا بعد ما نرشها بالملح والفلفل الاسود نديها صدمة خفيفة في الزيت على الناحيتين قبل ما نرصها في الصينية، وبعد كده نحشيها، وده بيساعدها في السوا. هنكون مسخنين الفرن، ونحط البطاطس في الفرن على الصاج من تحت، وبعد ما تستوي هنحط لها جبنة موزاريلا مبشورة أو شيدر المتوفر عندنا. وهي استوت بنحط الجبنة، وبعد كده بندخل الصينية تحت الشواية، الجبنة تسيح بس خلاص، هي البطاطس استوت. جربوها تعجبكم. نكون عاملين رز بشعرية، وده شكلها بعد التقديم. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.